يواصل الناخب الوطني محمد وهبي بحثه عن التشكيلة المناسبة التي سيخوض بها غمار المونديال القادم في ظل الصعوبات التي يواجهها على المستويين الدفاع والهجوم، بالنظر لغياب وتراجع مستوى مجموعة من اللاعبين. وفي هذا السياق ذكرت مجموعة من التقارير الصحفية أن محمد وهبي يتابع توفيق بن طيب هداف فريق تروا الفرنسي في ظل تراجع مستوى كل من أيوب الكعبي ويوسف النصيري والزبيري ونهاية موسم حمزة جمال. وتابعت هذه التقارير أن وهبي معجب كثيرا بمردود اللاعب الواعد وبأرقامه في الدوري الفرنسي للدرجة الثانية، متصدرا ترتيب الهدافين ب18 هدفا. ويرتقب أن تشهد قائمة المنتخب المغربي تواجد بن طيب إن استمر في تألقه وبداية البروز والنجومية. وبما أن بن طيب خريج أكاديمية محمد السادس والمار أيضا من فريق اتحاد توارقة قبل أن يعار إلى فريق تروا، لماذا لا تكرر قصة نجاح الزبيري في مونديال الشباب مع بن طيب لكن مع مونديال الكبار والمدرب واحد وهو محمد وهبي؟